نبداو ديما بالتسخين. شوية بخور عامل عادي، ثم الدخول إلى الميدان وتحية الجماهير. وبعد تحية الجمهور ندخلوا في المقابلة. مقابلة الأولمبي الباجي وضيفه الملعب التونسي تلعبت في دقائقها الأولى 4 دقائق وضربة جزاء. ضربة جزاء أمورها غير واضحة بالمرة. هاي إعادة لضربة الجزاء. ما نعرفش، أنا مانيش قاعد نرى في ضربة جزاء، لكن الحكم هشام جيرات يعلن على ضربة جزاء ينفذها بنجاح كمال الخميري. هذا الحارس مستعد لضربة جزاء. كمال الخميري في التصويب وهدف. بعد هالهدف المبكر أضاع الباجية المقوى، وأصبح جل اللاعبين ما يفكروا إلا في الحصول على ضربة جزاء. وهكا فقد زملاء بالشاوش التركيز وضيعوا الفرص العديدة لتعديل النتيجة. وحسب رأيي أنا لو ركزوا على اللعب أكثر من المطالبة بضربات الجزاء لمالت الكفة لصالحهم، خاصة وأن سيطرتهم كانت أكثر من واضحة. في الشوط الثاني تواصلت المطالبة بضربات الجزاء، وفهمنا من البداية أن الأولمبي الباجي ما توصلش إلى التغلب على النرفزة وضاع منه كل شيء. الملعب التونسي لعب مجيلته بكل ذكاء، واعتمد في أغلب الأحيان على مهاجم واحد وهو عمر الهمامي، وكاد أن يضاعف النتيجة أمام فريق افتقد التركيز، وبالتالي افتقد معاه كل أمال التعديل.